كون ان هي تطلع في التلفزيون فاكيد هي اعلاميه او خريجه اعلام، ان هي توصل لمرحله ان هي تقعد قدام شاشه التلفزيون وتخش بيوت ناس كتير. هي الجثه الحمضانه دي خلاص سيبوني. شد يا هد يا بعيد عن فرشي، دبله وحليه وقعرك محشي، اسمك شاديه ودلعك شوش. كتير منكم لما تشوف حاجه زي ديت بتقول اكيد الناس دي هتتحاسب، وانا متفق معاكم على حاجه زي دي، ولو ده ما حصلش النهارده هيبقى بكره، هيبقى في القريب العاجل. مش دي المشكله، المشكله يوم ما هتيجي تحاسب واحد زي ده، اول حاجه المحامي بتاعه هيقدمها انه معاه شهاده معامله اطفال، انه معاق، انه حاجات من هذا القبيل يعني. حاجه زي ديت الطفل الصغير عارف ان هي ما تحبسش صاحبها حتى لو عمل فعل من الافعال اللي انتوا شايفينها دي. بس هل هيبقى العيب عليه بقى؟ بلاش ده، اللي معاه اللي اسمها انجي حماده اللي بتقول على نفسها مذيعه او اعلاميه عشان تطلع في قناه ايا كانت القناه ديت معروفه او مش معروفه، كون ان هي تطلع في التلفزيون فاكيد هي اعلاميه او خريجه اعلام، ان هي توصل لمرحله ان هي تقعد قدام شاشه التلفزيون وتخش بيوت ناس كتير جدا. دي عاقله وفاهمه، هنقول ان هو مش عاقل ومش مدرك اللي هو بيعمله. هل هي مش مدركه برضو؟ ما اعتقدش. طب هل مدير اعماله، بالمناسبه عنده مدير اعمال اللي هو بيطلع معاه في الفيديوهات دوت، هل هو كمان مدرك اللي بيعملوه ده؟ اعتقد مدركين قوي هم بيعملوا ايه. لكن اللي اقدر اقوله اي حد ابنه او بنته في اعلام يخلي باله منهم اليومين دول، لان زي ما انتم شايفين وكلامي موجه طبعا لطلبه وطالبات اعلام، حاولوا ما تضعفوش قدام اللي بتشوفوه ده، ويا ريت اولياء اموركم ياخدوا بالهم من النقطه دي كويس جدا، لان اللي بيتشهر هم اللي من النوع ده. فانتوا ودماغكم بقى، يا المنظومه نفسها تتعدل، يا على الاقل اللي بايدينا احنا اننا نربي عيالنا ان ده غلط وده صح. ادعوا لي، عشان حاسس ان انا بحارب لوحدي لدرجه ان خلاص بقيت حاسس ان هما اللي صح واحنا اللي غلط والله. ف ينشا فريشه. كان معكم عمو ريشه، اللي مش عاجبه العيشه ولا اللي عايشينها. السلام عليكم. تتقل تتكيف، تستعجل تتليف، صحيح الفهمان تعبان والدنيا للعبيط جنة. طلع عن زهد الخليل